اتكلمنا وقلنا ان الرعايه مهمه جدا في التغلب على موجات الاجهاد الحراري. برضه من الامور البسيطه جدا انك تعمل تندة على خزانات الميه وكذلك على خزانات التبريد عشان تحميهم من اشعه الشمس، وبالتالي الميه اللي جواهم ما تكونش سخنه، تكون بارده وفتره. برضه من النقط المهمه جدا عمل حواجز لتقسيم العنبر عشان امنع هجره الفراخ عند منطقه التبريد، لان درجه الحراره بتكون هناك بارده شويتين، فالفراخ بتكبس هناك فوق بعضها، فتكون المنطقه دي الفرش هناك حرفيا معجنه ومرطبه، والفراخ بتكبس فوق بعضها وبتموت. ارتفاع الحاجز ده يكون من 45 ل 60 سم، والافضل ان هو يكون مفرغ معمول من شبكه بلاستيك، ما يبقاش حاجز مصمت عشان يسمح لنا بمرور الهواء من خلاله. من النقط المهمه جدا عمل كواسر او مصدات او منحرفات للهواء داخل العنابر، زي الصوره اللي حضرتك شايفها دي. المصدات دي بتزود معانا سرعه الهواء داخل العنبر، تقلل من احساس الطائر بالحراره. تقليل كثافات التسكين، لو المكان بتاعي بيشيل 2000 نحطه فيه 1800 او 1700. العزل الحراري للعنابر خصوصا عزل الاسقف. الاهتمام البالغ بالسقايات الجامبو وخطوط النبر. لو عاوز تعرف معلومات اكتر في ازاي نتعامل مع موجات الاجهاد الحراري، تابع معانا سلسله الاجهاد الحراري.